السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله ماشي وتمزين الدين دائما تحضيرا لشهر رمضان إن شاء الله راه على الأبواب. اليوم نديرو الديول الطريقة السهلة كاع، مكاش نظن مكاش طريقة سهلة من هذه تاع الديول. راني درت انايا كنت درت من قبل، لما فتحت القناة حطيت فيديو على الديول، لكن قالوا لي صعيبة شوية هذيك الطريقة. اليوم ان شاء الله نجيب لهم هذه الطريقه تاع الفرشات وزيد طريقه واحده اخرى، وهما يخيروا اللي تجيهم اسهل يديروها ان شاء الله في شهر رمضان. جبت انا هنايا لهذا الديول درت عبر تاع السميد الرقيق كاع، احنا نقول لها السميده هي السميد الرقيق كاع. العبر تاع السميد عبر تاع فرينه، سواء عمرتي ولا ما عمرتيش، معناتها الا عمرتي هذا السميد لازم تعمري الفرينه، ولا ما عملتيهمش كيف كيف. المهم يكونوا العبر تاع السميد الرقيق كاع، عبر تاع فرينه، 2 مغارف تاع زيت، 2 مغارف ملح والماء. دوك الماء نوريكم شحال نديرو العبر. نبداو بسم الله. صيرت انا هذه الفرينه، هذا وين صيرتها عبر تاع السميد مع العبر، العبر تاع فرينه بليتو مع العبر تاع السميد، الملح، ونديرو 2 مغارف تاع الزيت. دوك نعبرهم قدامكم، كاين اللي يقول لك ماشي 2 مغارف، 2 مغارف تاع زيت. واللي عبرنا به الفرينه والسميد نعبروا به الماء، انت عبر تاع ماء. ونشوفوا الا شفنا القوام تاعها خفيف ثقيل نزيدوا لها الماء. عفوا سمحوا لي. ونبداو. لان السميده الرقيقه تشرب، انا قلت لك لازم نزيد لها شويه. نكمل، انا درت هنا نص ريتله، نكمل ديك النص ريتله اللي درتها. معناتها الطبسي تاع هذا رفد لي نص ريتله تاع ماء. خلطوا مليح وإلا عندكم هذاك البغا ولا الميكسر ضربوا به، وإلا ما عندكمش غير الفوي الحار ضربوا مليح، خلوه حتى يقلمو في العجين. هذه اسهل طريقه انا تجيني هذه، مع اللي ما يكونش مشغوله، نكون مشغوله في نظام ندير الطريقه سهله. المبتدئات هذه اسهل طريقه نظن، نقولكش ما نعرفش ندير الديول. ها راحوا كاع داك يفهموا. شوفوا مغرفه واحده اخرى. ومن بعد كي نخلوه يرتاح واحد 5 دقائق 10 دقائق، نشوفوا القوام تاعو. الا صبناه ثقل غير باش قلنا السميد يشرب شويه نزيدوا له جوغ ماء، وإلا صبناه ما ثقلش نخلوه هكا، نخلوه يريبوزي شويه واحد 10 مينوت، ومن بعد نرجعوا ان شاء الله ونطيبوا. ها هو القوام من بعد اللي خليناها 10 دقائق. ها هو هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا. هي لو كان ما درناش السميد الرطب غير الفرينه، نديرو عبر واحد برك تاع الماء. العبر اللي عبرنا به الفرينه نعبروا به الماء. بصح كي درنا السميد الرطب السميده شويه تشرب، درنا عبر وربع، زدنا على داك العبر زدنا ربع تاعنا. دروك نمشيو ندوزو على البانسو. هذا البانسو شريته انا من المحلات يتباعوا. شري واحد جديد وخليه سبيسيال غير المطبخ. قبل ما تستعمليه بيتيه ليله كامله في الماء باش يشدلك، هادو ما يطيروش. من بعد ما يطيروش بيتيه ليله كامله في الماء،
وغدا من ذاك غسليه غسليه بالليكيد فيسيل تاع الماعن، ديريلو طليه كيما نقولو حنايا، وخليه المطبخ تاعك استعمليه في المطبخ عادي. دروك ندوزو ونطيبوه ونشوفو كيفاش نطيبوه. دروك ندوزو للطياب. درنا الطاجين تاعنا يحمى، ومن بعد نبداو بالبانسو. طريقه سهله جدا. لازم تكوني شويه خفيفه على ماك، ما تقويش العجينه باش تجيلو الورقه رقيقه. الا قويتي العجينه في البانسو رايحه وراجعه الورقه تجيك خشينه. هذه هي، نستناو حتى تطيب، غير طلعوا منها هذا كيما راكم تشوفوا الشناتيف تاعها معناتها طابت. كيما اللي تباع، كيما اللي تتباع. نعاودو واحده اخرى مع بعض، نديروها في التليقات بالخف باش ما تقرقش. نزيدو حبه واحده اخرى. سهله. يكون طاجين ما يلصقش. وإلا عندك مقلاطيفه ديري مقلاطيفه، إلا عندك طاجين ما يلصقش ديري فيها عادي. ما تقويش العجينه باش ما تجيكش خشينه. صدقوني تجي كيما تاع يخدموا في السنيوه تاع النحاس كيف. وهذه مش متعوبه، تاع السنيوه تاع النحاس متعوبه بزاف، فيها خدمه بزاف. كيما راكم تشوفوا. نزيدو حبه واحده اخرى مع بعض، نمسحوا هذه. زيدو واحده اخرى. بانسو ثاني كي يكون كبير يساعدك بزاف في الخدمه. بغيتي تكبري حبه كبري الحبه. خطره بروحي، خطره ما تجيش ترجعي باش تجي الورقه رقيقه. فوالا، غير هذيك وعاودي مسحيها. نظن طريقه من اسهل ما يكون. بديت تجبدي من هذا وما يطلعوا لك الحبه. زيدوا واحده اخرى اخيره. مسحي الطاجين ونعدو واحده اخرى. لاصتو تقلع ما تخافوهاش عادي. لا تسيبوها بدات هي اصلا كي تبدا تطيب هادو يطلعوا لها. خفيفه. كملنا هنا الحبات اللي بقاو لي، بعد نشوفوا ان شاء الله في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع الورقه تاعنا. هاي من نشوفوا كيفاش خرجوا لنا. صدقوني يجوا رائعين كيما تاع السنيوه وكيما تاع تاع السنيوه تاع النحاس كيما نقولوا حنايا. بالسميمده سورتو بالسميمده، بالفرينه يجي شويه ما يجوا دايرين كل نيلون مانيش عارف كي دايرين.
كاين ملاحظات نحبكم تبعوها. اولا اللي ما عندهاش اللي عندها الباتور ولا البغا، استغفر الله، تخدموا بالبغا خير، تضربوا مليح مليح بالبغا ومن بعد تصفيه. الا خافت فيه لي كريمو تصفيه، وإلا ما عندهاش البغا تخدم بالميكسور، تضربوا ماشي من الميكسور بالفوي ومن بعد تصفيه نورمال عادي. كي تطيبي الحبه ثاني ملاحظه واحده اخرى، كي تطيبي الحبه الا بغيتي دهنيها بالزيت دهنيها. انا ما دهنتهاش، ما بغيتش الزيت فيهم بزاف، نبغيهم هكا ناشفين. تبغي تدهنيها بالزيت باش ما تلصقلكش، الا خفتي تعبك من بعد في الحل دهنيها بالزيت عادي. هذو هما الملاحظات اللي نتمنى ان شاء الله تتبعوهم. وكي شتوني كي ما درت الخطوات اللي درتها سهله ماهيش صعيبه، سورتو تاع البانسو، هذا تاع البانسو. والمره الجايه ان شاء الله ندير لكم تاع طبقات اللي راهي بزاف يطلبوها وراهي موجوده على اليوتيوب ان شاء الله نديروها لكم، والى شيوات اخرى ان شاء الله.